عليكم أصدقائي الأعزاء. هذا الفيديو الثاني لي، وأقول شيئا من البداية. الشيء الأول، اللهم لا يجعل هذا الفيديو رياء ومحطة للذنوب ومحطة للانتقاد. أكرر وأقول آسف إذا كان هذا الفيديو راح يزعج أحد أو يثير من ضغينة أحد اتجاهي. أنا آسف. الشيء الثاني، سوف أطيل عليكم قليلا في هذا الفيديو. استحملوني بخاطري. عندي رسائل عديدة، أختصرها بكلام موجز. أحاول أن أختصرها بكلام موجز. صورت هذا الفيديو لأن الكلام اللي بداخلي ما ينكتب من منشور، يعني يراد له 10 صفحات على الأقل. الشيء الأول، طبعا هي الرسالة تتضمن عدة أقسام من فئات المجتمع. الفئة الأولى المحسوبين الصدريين أو الصدريون لو صح التعبير، المحسوبين على السيد القائد أعزه الله، والسيد القائد منهم براء. اللي هم راح نعطيكم أفعال. خلال فترة تواجدي بالفيسبوك شفت هواي طفقة، هواي. من ضمنهم هم بقائمة أصدقائي، وهذا الشيء يؤلمني. كل ما ألقى واحد ناشر طفقة بين قوسين، وانتو أعلم ما هي الطفقة، ألغي الصداقة وما أدوخ نفسي وأتناقش وياه. على سبيل المثال، كان أحد الأصدقاء بدون ذكر اسماء لأن الساتر ربي ما أفضحه، يقول أي يا فرحتي ابن السيستاني طالع للجهاد. لا إله إلا الله يا أخي، يعني أنت شلك بهالحكي؟ هاي أولا. ثانيا، يعني أنت اسمك اللي يشوفه يقول هذا معاون للسيد القائد، أنت شلك بهالحكي؟ ليش ما تلتزمون بوصايا وتعليمات السيد القائد من فدوى أروح المداساتكم؟ يا أخي كافي، والله كافي، تعبنا من يمكم. أنتم جهلة يا أخي، والله جهلة. أنتم ما جاي تفهمون مشروع السيد القائد، أنتم ما جاي تفهمون بما يمشي به المقتدى. يا أخي رجل يسعى للخير ويسعى للإصلاح، يا أخي رجل فضل ضحى بانتماء المذهبي في سبيل انتماء الوطني. يا أخي ليش ما جاي تفهمون من فدوى روح لكم؟ مكافط وفقعات. الأمر الثاني، أرى كثيرا من الأصدقاء ومن غير الأصدقاء طبعا يجاملون على حساب الدين والمذهب وعلى حساب السيد القائد روحي له الفداء. ليش يا أخي؟ شنو فضلهم عليك اللي أنت تجاملهم؟ اللي مسوي لك إياه شنو؟ إذا كنت مستفاد لا، هذاك أمر ثاني، تملق لهم وتمصلح لهم براحتك، بس خارج نطاق الصدر، خارج نطاق السيد القائد. انت مو اسمك مثلا، خلينا نقول مثلا جاسم الصدري، احمد الصدري، فلان الصدري، زين، وانت تجامل على حساب الدين والمذهب والحوزه الناطقه. ما يصير هذا الشيء. قبل ايام انا شفت منشور، لا اله الا الله، شفت منشور يقول لا خوفا، لعنة الله على الشيطان، ها نعم، خوفا من الله، لولا خوفي من الله لعبت الخامنئي. هذا حكي يا أصحاب العقول؟ هذا حكي تعبد الخامنئي؟ تحياتي للسيد علي الخامنئي، بس مو هيك. على كيفكم شوية، حطوا رجلكم بالقاع. اكو كلام في صدري ما اريد ابوح بيه. اصدقائي الخلص والمخلصين لآل الصدر الكرام يعرفون ما اريد ان اقول. كفاكم، كفاكم استهزاء بدماء الشهداء، كفاكم استهزاء بآل الصدر الكرام. طبعا أنت تستهزئ من حيث تدري أو لا تدري. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فتلك أعظم. ليه يجيني واحد يقول لي والله ماكو فرق بين فلان وعلان.
لا تقيس الثريا بالثرى. لا تقيس الثريا بالثرى. زين حبيبي. القائد ما يكره واحد، مستحيل. أبيض من البياض قلب قائدي، لكن دعا لمقاطعتهم لإصلاحهم لا غير. وتتقرون البيانات، مو غش معنها، حشاكم. هذا شيء. الأمر الثالث، يا أخي اللي ما يعجبه صفحتي فدوة لعيونكم وأبوسكم من راسكم، أروح لكم فدوة. اللي ما يعجبه صفحتي خي يلغي صداقتي يا أخي. يا أخي والله ما مجبور، يعني ما مجبور. كل من كفيل برأيه، ما مجبور. أنت بصفحتي بس أنت تضدني وتكرهني. أنت بصفحتي بس تروح تطق صور المنشوراتي وتنشرهم بجروبات مأجورة وتقول شوفوا هذا شي يقول. ماكو داعي. هذا تملق يسموه، هذا نفاق. نفاق. انت مو مؤمن وتدعي الايمان وتخاف الله تشوف المنشور هسه. ليش؟ اخواني ما اطق صورة منشورك اللي تغلط بي علي وتسبني ونشرته بغير مكان. عيب هذا الكلام. انا ما اقدر ادخل للجروب وانطيك حقك بخدك. الحمد لله رب العالمين. صح انا رجال كاسب، بس أنا غني بحب الله وأهل البيت، وغني بحب محمد الصدر وآل محمد الصدر. غني بحب قائدي. المقطع الفيديو السابق كان بوجهي دهن وبيدي دهن وبأظافير دهن، لأن أنا رجال مشغل مولدة. أحد يتجاهل ماخذ الفيديو وناشره بأحد مواقع الإنترنت ويصيح شوف هذا المدهن ايش يحكي على فلان. حاشا للسيد طبعا. العمل شرف ما بي عيب. بس هي اللي تعرف شنو المصيبة؟ المصيبة هذا اللي يحمل الحقد وضغينة اتجاه خير خلق الله في أرضه هو السيد مقتدى الصدر عزه الله. يظل على قولة أهلنا أهل قبل يقول يهربد. فضل هربد براحتك، ما تهزني قيس شعره. قيس شعره ما تهزني. راح أقول شغلة يجوز قريت جزء منها بالمقطع الفيديو السابق، ما أعرف. اللهم لا يجعلها رياء. والله كل من يشوف هذا الفيديو والحسين الشهيد وحق الزهراء، هذا الفيديو مو رياء، ولا أريد أبرز نفسي قدام العالم. عين الله أكبر من عين الناس. ولكن أقول شغلة واحدة قسما بالحسين الشهيد، السيد القائد يجري ويا النفس. اللهم لا يجعل رياء. أنا بالمنطقة ظلوا صحوا لي المخبل، عندكم علم، مخبل مخبل بحب السيد القائد، وهذا شرف وفخر إلي في الدنيا والآخرة. سأظل على درب السيد القائد وملتزم بتعليمات وتوجيهات السيد القائد إلى آخر نفس في عمري. شلون تكون الطاعة وأنت تعصي القائد في أمر وتطيعه في أمر؟ هاي مو طاعة حبيبي، هذا أشد أنواع العصيان. الأمر اللي يعجبك الطيعة، والأمر من القائد روح له الفداء. اللي ما يعجبك ما يصرف لك، لا تهلوسه الثعولة. ولما يجي واحد يسألك يقول لك ليه ثعولت هذا الأمر؟ مو هذا أمر من السيد القائد. يقول إيه السيد القائد قلبه كبير ويرحم، يرحم مرة مرتين ثلاثة أربعة، بس ما يرحم اللي يجامل على حساب الدين، على حساب المذهب. والسيد القائد روح له الفداء كان من أحرص وأشد المعاقبين لهكذا نماذج، بدليل حملة دواعش الفساد الأخيرة. الأمر الرابع والأخير، كفاكم طائفية. كفاكم طائفية. رئيس وزراء العراق ايش قديش طوله اشتغل بالطائفية وحرض الناس وظل يفرق بين الناس، هذا سني وهذا شيعي وهذا كذا وهذا كذا. زين، وصل العراق للهاوية في ليلة وضحاها. أكثر من 7 محافظات عراقية سلمت بيد أنجاس، بيد داعش، بسببه، بسبب سياستها الرعناء. فلا تصيرون طائفيين، تركوا الطائفية، عيفوها. وأصحاب المنشورات اللي تعرفون نفسكم شي تنزلون من منشورات،
تفهمون قصدي شخصتي. اللهم العن فلان، على حب فلان العن فلان. يا جاهل، كافي من هاي المنشورات، كافي. انت بهاي منشوراتك ايش عوالك؟ يعني انت تتقرب المحمد وآل محمد عند الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. علم على كلامي، من سابع المستحيلات. محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم يبغضون هذه الأشياء. هم خير أمة أخرجت للناس. انت هسه جاي شو سمعة خير أمة أخرجت للناس، اتصور يعني. كفاكم من هذه المنشورات وكفاكم طائفية. من يستحق الانتقاد ينتقد، ما به أي إشكال. انتقاد، نقد بناء، كنقد صالح محمد العراقي الله يحفظه، كنقد سيد جليل النوري الله يحفظه، كنقد ناصر الحق المطلق الله يحفظه، كنقد الأستاذ الحبيب الغالي جعفر الفهد الله يحفظه. ذولا نقاد على الراس ينحطون. تابعوا منشوراتهم ونقدهم. شوف الثقافة والرقي بالكلام، شوف الأدب بالكلام. حتى اللي ينتقد من خلال منشوراتهم لما يباوع عن منشور يخجل من روحه، لأن هناك سياسة في الكلام، هناك احترام بالكلام. الرجاء فهم رسالتي، وارجع أقول اللهم لا يجعل هذا الفيديو رياء وترائي. تحياتي لكل أصدقائي الأعزاء اللي بالصفحة. أبو غيث حبيب قلبي، غسان مراد عزيزي، أحمد الزيدي حبيب قلبي، تحياتي لأهل الناصرية الأبطال. أبو مقتدى الصدري، أبو مقتدى الحسيني، أبو محمد صادق العبودي، أبو كميل، أبو هاشم أستاذنا حبيبي، حفظك الله ورعاك. تحياتي لكل الأصدقاء اللي أنا آسف اللي ما يجي اسمه ببالي، أنا جدا أعتذر. حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.